يا سلام على الزمن الجميل، زمن الفن الأصيل والفنانين اللي سابوا علامات ما تتنسيش في قلوبنا. فنانين زي إسماعيل ياسين وسعيد صالح وسمير غانم وفؤاد المهندس ويونس شلبي، كل واحد منهم حكاية وضحكة وإبداع ملوش آخر. تعالوا بينا نعرف أكتر عن أساطير الفن دول ونشوف تاريخ ميلادهم ووفاتهم ونعرف قد إيه تعبوا علشان يوصلوا لنا لكل الفن الجميل ده. رقم 5 معانا الفنان إسماعيل ياسين. تاريخ الميلاد 15 سبتمبر سنة 1912، وتاريخ الوفاة 24 مايو سنة 1972. حاصل عمر 59 سنة. بدأ العمل الفني سنة 1939 إلى سنة 1972. عن عمر 33 سنة عمل فني. عدد الأفلام حوالي 300 فيلم، وعدد المسرحيات 61 مسرحية، وعدد الأعمال الإذاعية والمونولوجات حوالي 300 عمل إذاعي ومونولوج. إجمالي عدد الأعمال حوالي 661 عمل فني. رقم 4 معانا الفنان سعيد صالح. تاريخ الميلاد 31 يوليو سنة 1940، وتاريخ الوفاة 1 أغسطس سنة 2014. عن عمر 74 سنة. وسنوات النشاط من سنة 1958 لسنة 2014. عن عمر 56 سنة من النشاط. إجمالي عدد الأعمال عدى أكتر من 300 عمل فني بين المسرح والسينما والدراما. رقم 3 سمير غانم. تاريخ الميلاد 15 يناير سنة 1937، وتاريخ الوفاة 20 مايو سنة 2021. عن عمر 84 سنة. سنوات النشاط حوالي 58 سنة، من سنة 1963 ل2021. إجمالي عدد الأعمال أكتر من 250 عمل فني شامل مسرحيات وأفلام جميلة جدا. رقم 2 فؤاد المهندس. تاريخ الميلاد 6 سبتمبر سنة 1924. تاريخ الوفاة 16 سبتمبر سنة 2006. عن عمر 82 سنة. وسنوات النشاط الفني حوالي 48 سنة، من سنة 1952 لسنة 2000. وإجمالي عدد الأعمال اللي عملها عدت 160 عمل فني بين السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة. رقم 5 الفنان يونس شلبي. تاريخ الميلاد 31 مايو سنة 1941، وتاريخ الوفاة 12 نوفمبر سنة 2007. عن عمر 66 سنة. سنوات النشاط الفني حوالي 34 سنة، من سنة 1968 لسنة 2002. عدد المسرحيات 22 مسرحية، وعدد الأفلام 77 فيلم، وعدد المسلسلات أكتر من 20 مسلسل، بإجمالي عدد أعمال أكتر من 120 عمل فني. كل فنان من دول كان ليه بصمته اللي ما تتنسيش ابدا، اسماء محفورة في دماغنا واعمال لسه عايشة وبنضحك عليها وهنفضل نضحك عليها مهما عشنا. الفن ده مش مجرد شغل، ده تاريخ وجزء من هواتنا. يا رب دايما نفتكرهم بالخير ويفضل الفن الجميل عايش بينا. وفي النهاية حابب أقول إن الفنانين دول مش مجرد ممثلين، دول جزء من ذكرتنا وضحكتنا الحلوة. ياريت دايما نفتكرهم بالخير ونستمتع بفنهم اللي لسه عايش معانا. وقبل ما نمشي قولولي في التعليقات مين من الفنانين دول هو أقرب واحد لقلبك، وإيه أكتر عمل فني بتحبه ليه. هستنى رأيكم ومشاركتكم. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.